طبعا انتي فاكرة وصفة العيش دي صعبة وانا لسه هخبز ولسه هعجن. بصي الرغيف طالع عامل ازاي من فرن البوتاجاز، الفرن بتاع البيت العادي بتاعنا. احلى واظبط وصفة للعيش الشامي المنفوخ، خطيرة وطري ورهيب. يلا بينا بقى، جهزي نفسك كده وهاتي الدقيق والخميرة وتعالي ورايا. اول حاجة عندي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق المخبوزات، ده او ده شغال. اوكي، هكتب لك المقدار في اول كومنت عشان تقدري تحتفظي بالصوره عندك. اتفرجي على الفيديو للاخر عشان تعرفي التفاصيل الاهم من المقدار. دايما بقول لكم المقدار مش دايما اهم حاجه. بعد كده هحط الخميره عليه والسكر، بيكنج باودر هحطه برده واقلب كويس. الملح هحطه بعد العجن كده بشويه، اقلب كده واعجن هنضيف الملح. عندي معلقه من الزبادي، معلقه الزبادي هضيفها مع العجن. يلا النهارده هنستخدم عجانه رافال. عجانه رافال عجانه متعدده الاستخدامات، مش بس عجانه، فيها كمان خلاط وفيها كمان مفرمه لحمه، ودي حاجه لطيفه جدا. الحقيقه ان انا اتسالت عليها كتير قوي، ما كنتش عايزه اكلمكم عنها الا لما اجربها، واجربها لفتره طويله، فبقالي فتره بجربها، مبسوطه بيها جدا جدا. والنهارده هنعمل بيها العيش، وهوريكم كمان كل المكونات بتاعتها وكل اشيائها اللي بتيجي معاها. يلا بينا. بيجي لنا 3 اسلحه مع العجانه. المضرب ده اكيد اللي بنضرب بيه البيض او اي حاجه محتاجه ضرب كريمه مثلا. عايزين نقلب مثلا زي عجينه الكوكيز كده، بنستخدم ده زي ما احنا شايفين كده، الكف، وده العجن. اوكي، ده بنستخدمه في العجن، ده الاساس عندي. هاتي بقى خلطة الدقيق بتاعتنا اللي جهزناها، الدقيق على البيكنج باودر على الخميرة والسكر على معلقة الزبادي وفي العجانة. بعد كده هننزل بالمية الدافية، مهم جدا ان المية تبقى دافية، واوعي تنسي معلقة الزبادي دي مهمة قوي عشان العيش يطلع منك طري. هتعجني لمدة 6-7 دقايق كده، لازم تتعجن لحد ما تطلع عرق كده. وبعد كده هنشكلها الكور، وتحتها دقيق وفوقيها دقيق، وهنسيبها تخمر تقريبا نص ساعة. نص ساعة كافية جدا. بعد كده هتبقى خمرت، هنفردها بس بالراحة بالنشابة كده، وبرده في دقيق فوق العجين وفوق وتحت العجين، وبالراحة خالص لحد ما تبقى بالرفع اللي هتشوفيه دلوقتي. اهم حاجة بقى ان العجينة ترتاح تاني، وإلا مش هتنفخ منك. خدي بالك علشان لو ما ريحتيهاش تاني اقل حاجة 10 دقايق عمرها ما هتنفخ منك. دلوقتي حطينا الصاجة تحت والفرن شغال بقاله ربع ساعة. حطيت الاول الرغيف على الصاجة، وبعدين ببقى مشغلة الشواية وبطلعه على الشبكة علشان اللون يبتدي يتغير شوية من فوق. كررت العملية واشكال بقى والوان وحركات. تبقي حطي حبة البركة، سمسم. العيش طلع جبار، طعم وريحة، بصي شكله من جوه. اكيد اكيد اي حد هيدوقه هيقول شارياه. مفيش احلى من كده عيش، صح ولا مش صح؟ قولوا لي في الكومنتس. عملنا العيش بتاعنا بعجانه رافال. عجانه رافال بشجعكم جدا ان انتوا تشتروها لاكتر من سنه. اولا العجانه دي 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني خلاط، مفرمه، عجانه، مفيش احلى من كده. ايه كمان؟ 2200 واط. ودايما بقول لكم خدوا بالكم من فكره ان العجانه يكون الواط بتاعها عالي. 2200 واط و6 سرعات ممتازه. عندنا 2 سنين ضمان، وكمان بيوفروا لنا كل قطع الغيار وخدمه ما بعد البيع ممتازه. فعايزه اقول لكم ان مفيش احلى من كده. سعه الخلاط زي ما احنا شايفين كبيره ومحترمه جدا، انا مبسوطه بيها قوي قوي. وعايزه اقول لكم بقى كمان ان المفرمه فيها القطع بتاعه البسكوت، عندنا كمان القطع بتاعه الممبار، الكوبيبه وشوش فرم اللحمه، فمفيش احلى من كده بصراحه. بصوا هي تفاصيلها كلها خطيره، وصناعه مصريه بكل فخر، لذيذه جدا جدا جدا، وان شاء الله تبقى عمليه معاكم وتنبسطوا بيها. عندنا كمان لما هنشتريها علشان تبقى هدية عيد الام، ودي بقى المفاجأة اللطيفة، ان احنا لما تشتريها ان شاء الله هتاخدي معاها الطاسة الجريل دي هدية. كل سنة وانتم طيبين. العجانة بتاعتي من رافال، لونها ابيض ومتوفرة باكتر من لون.
مبسوطه بيها جدا جدا، وبشجعكم بشده ان انتوا تشتروها، ان شاء الله تنبسطوا، وكل سنه وانتم طيبين.